السلام عليكم خوتي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناه مطبخ شاف ناديه. كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. عواشركم بروكا. اليوم جيت نشارك معكم بويوات مختلفين على العام اللي فات. كنت شاركت معكم بويوات بالعجينه عاديه واللوز اخضر. هاد المره هذه غنعمل معكم بويوات باللوز محمر وخضر، والعجينه غتكون مختلفه. هاد المره غنعمل فيها المقادير الشباكيه. ندوزو للمقادير. طريقه التحضير. المقادير اللي غنحتاجو: عندي 500 غرام د الدقيق، نص دكاس د المزهر، ونص دكاس د الجنجلان محمر غير شويه ومطحون، والربع د الكاس د الزبده نوازيط محمره مزيان. وغنحتاجو واحد شويه د الملح، واحد معلقه غير النص ديالها د خميره د الحلوى، شويه د المسكر حره، واحد شويه د الكوزه، معلقه د القرفه، معلقه صغيره د القرفه، معلقه كبيره د حبه حلاوه، ومعلقه كبيره د النافع مغربلين مطحونين ومغربلين مزيان باش ما يقطعوش العجينه، وصفر د البيضه باش كتجي فيها ديك التعليكه. غربلنا الدقيق ديالنا، نعملو فيه واحد شويه د الملح، شويه، ونعملو خميره معلقه صغيره، شويه د المسكر الحره، واحد النص د معلقه د الكوزه، قرفه معلقه، حبه حلاوه، النافع، صفر بيض، والربع د الكاس د الزبده مذوبه. الجنجلان محمر ومطحون مزيان، يعني حتى كيرجع عجينه هانتوما كتشوفوا. هادو المقادير اللي كنحتاجو. بسم الله. غنبقى ندخل الإقامه اللي عملنا كامله، غندخلوها في الدقيق. نبقاو ندخلوها كامله. هيدا الاصابع ديالنا، هيدا كنبقاو على هاد الطريقه هذه. ضروري تعملوا لها هكذا، ما خصكمش تكبوا عليها المزهر باش ما الزبده كتبرد وكتعمل ديك الحبيبات حتى كتدخلوا الزبده وهذاك الإقامه كامله في الطحين. ومن بعد غنكب هذاك نص دكاس د المزهر. بسم الله. وكنبقى نعجن ونطلعها شي خفيفه بزاف، ونطلعها شي قاصحه بزاف شويه. ومن بعد كنكمل بالماء. عمرت الكاس اللي كان فيه المزهر، وكنبقى نعجن العجينه ديالنا. مخصنيش نفوت فيها الماء بزاف، على حسب الا جات خفيفه ما كتجيش مزيانه، خصنا غير شويه. الا جات خفيفه بزاف كتعذب ملي كتكونوا تعدلوها ما كتجيش، خصكم غير شويه بحال اللي غتعجنوا الشباكيه. وكنبقاو نعجنوا هكذا، كندلكوها هيدا. كنحصلوا على هذا القوام هذا. هيدا كتجي العجينه، كتجي فيها الإقامه اللي عملنا. والماء اللي عجننا هذاك الكاس ما عملتوش كامل، شرطي واحد الربع، ما خصهاش تجي خفيفه بزاف. انا نعاود نقولها معكم على حسب، هي باقا ترتاح. كنقسم العجينه هكذا، خرجوا لي 6 كويرات صافي. كنبقى نعدل هيدا ونطولها. نتوما كتشوفوا المعايير. هيدا عاوتاني كنطولها. هذه بشكل اخر، يعني
انا سبق لي عندي في القناه اللي شاركت في العام اللي فات، شاركت معكم هذاك غير بالعجينه عاديه، وهذه عاوتاني بالعجينه من السما بالنافع وحبه حلاوه وقرفه، المهم فيها اللي قامت الشباكيه وباللوز اللي هو محمر وباللوز خضر. كتجي غزاله عندي مجربه، وحتى الكليان اللي كيوصيني، كاين اللي كيبغي هكذا بهاد العجينه هذه، وكاين اللي كيبغيها غير بالعجينه اللي سبق لي وشاركت معكم في العام اللي فات. اذا بغيتو نعاود معكم البويوات اللي عدلت في العام اللي فات القياس الصغير، انا عندي الكوموند، اذا بغيتو عملوها لي في الكومونتير. غنخليها ترتاح واحد ربع ساعه وغنرجع معكم ندوزو العقده ان شاء الله. عندي 600 غرام، عندي 300 د اللوز خضر و300 د اللوز محمر اللي سبق لي طحنته، فيه 200 غرام د السكر على حسب، باقي ماشي يتعسلوا. اللي غنحتاجو واحد معلقه القرفه مطحونه، واحد شويه د المسكر حره غير شويه، واحد معلقه كبيره د الزبده مذوبه، معلقه كبيره. انا ما نعملهاش كامله حتى نعمل مزهر، غنحتاج المزهر اللي مقطر على اليد، واحد النسمه فيه رائعه. بسم الله، غنبقى نخلطهم مع بعضيتهم حتى يتعلقوا مزيان. غنكمل ديك الزبده اللي باقا لي كامله، ها هي كامله، وغنزيد شويه د المزهر. وانا كنعجن، ما تعملوش في مره واحده حتى تشوفوا العقده كيفاش نيه. غنعلقهم مزيان مع بعضيتهم. اللوز خضر واللوز محمر كيعطيو واحد المذاق رائع، كيجي فيهم مذاق مزيون بزاف. حتى البريوات كيجيو مزيونين باللوز مخلط على حسب رغبه الانسان. كاين اللي كيطلب ليه اللوز محمر في البريوات كامل، كاين اللي كيطلب ليه البريوات مخلطين النص خضر والنص. دابا الكليان كتبقى نتينا كتلبي له الطلب ديالو، كل واحد كيفاش كيبغي. وغنزيد ثاني عاود شويه، قول نص دكاس، وعاود ثاني كنزيد نعجن. نتوما كتشوفوا العقده حتى تتجمع، خصهاش خفيفه بزاف. نتوما كتزيدوا، نتوما كتعجنوا على حسب عينكم وميزانكم. ما يمكنش اللوز بحال الطحين، كاين اللي كيشرب وكاين ما كيشربش. وسبحان الله عندي مجربه، اذا كان اللوز محمر مع اللوز خضر كيشرب سبحان الله. انت كتزيدوا لي قامه هو كيشرب صافي. كنبقى نعمل كويرات هكذا باش نعدلوا العجينه ديالنا. غنكور العقده على الحجم اللي بغيتو صغيورين بغيتو كبارين. هيدا كتكوروهم ما شاء الله. شوف كيفاش جات غزاله متماسكه مع بعضيتها. كتكوروا الكويرات ديالكم كاملين. المهم جات كبيره ولا الا بغيتو كبيره خليوها، بغيتو صغيره خليوها، يعني على حسب الرغبه ديالكم. صافي وجدت لي قمه اللي غنخدم العجينه والعقده ديال اللوز. ودابا غنبدا معكم. بسم الله. دابا غنطلقوا العجينه ديالنا. بسم الله. نظفت المطيلاق اللي شريت، ودابا غنبدا معكم. بسم الله. نعملوا العجينه غير قد ما نعدلوا بها، ما نعملوش العجينه كبيره بزاف. دابا نغوزها في الماكينه باش تزيد تساعدنا. بسم الله. نعملوها في الرقم 3، يعني من الرقم الكبير وحنا كنقصوا. ودابا غنقص
مخصهاش غليظه بزاف. عملت لها رقم 3 ورديتها دابا في 6، غير هكذا بركه. مخصهاش تجي رقيقه بزاف ماشي غليظه بزاف. عاوتاني باش نعمل ليا اخرى معكم وردوها عاود في 6 فحالها. العجينه كيفاش جات ما شاء الله، جات غزاله. غنعملو غنقطعو بهاد الدائره هادي. بسم الله. غنطبع هكذا، غنبعد غير شويه باش نجبر فين خصهمش يكونوا مقربين بزاف. بهاد الطريقه هذه هيدا. ودابا غنهز العقده وغنبقى ننزل في الوسط. كل دائره غنعمل لها كويره ديالها. غنبقى هكذا غنتكي عليهم شويوش بيدي، نتكي عليهم هيدا. ومن بعد غنجيب عاوتاني هاد العجينه هادي وغنزلها فوق منها، وغنثبت العجين في هاد المواطع اللي فارغين. غنبقى نعدل بيدي هيدا. كنبقى نخوي ديك الهواء اللي فيها، كنخرج ديك الهواء اللي كيكون في وسط منهم كاملين بيهم. المهم كنبقى نخوي ديك الهواء كامل هيدا وانا كنتكي، كنعاود لها الشكل ديالها باش ما تجيش معوجه، باش تجي مزيونه. كنبقى نعاود هيدا وكنتكي كنعاود. ومن بعد غنبقى نقطع، نعاود يدي مزيان. كنبقى نقطع هكذا، كنعملو مناعي صغيورين على حسب. صغيورين كيجيو مزيونين، غير واحد العطيطه احسن من كبيره. كنقطع هيدا كاملين بيهم. من بعد غنهزهم هيدا وكنثبتهم باللقط. غنبقى نزوقهم من هنايا باش كيلصق العجينه مزيان. كنبقى هكذا نزوقهم. كنبقى على هذا الشكل هذا، كنديهم كاملين هيدا، كنزوقهم في نفس الوقت كيتثبتوا مزيان. نقش عاود وحده معكم ثاني. كنقش هيدا ديك الشريرفات كاملين كنقشهم. كنبقى على الطريقه هذه حتى كنساليهم كاملين. عرفتي البنات اذا جربتوهم عرفتي غزلا كل حاجه بالمذاق ديالها. هادوك المره اخرى اللي شاركت معكم العام اللي فات بمذاق مختلف، وهذه عاود فيها العجينه ديالها فيها هاد المقادير الشباكيه، عاود كتجيب مذاق. كل حاجه كتجيب مذاق يعني لاشكال مختلفه. هاد الحلويات والمعسلات يعني لا تعد ولا تحصى. اذا جبرتوهم مفتوحين زيدوا هكذا عاودوهم باش ما يتحلوش في القلي، باش ما يتحلوش. وعاود حتى هما نقشوهم كاملين هاد الشريرفات وانتم هكذا كتنقشوا. صافي الحبايب ديالي انا ساليتهم. دابا غنخليهم يرتحوا واحد 2 سوايع باش نرجع معكم باش نقليهم ونعسلهم. خليكم معنا. تعملوا لهم عاد تشكوهم هنايا باش ما يتنفخوش كاملين بيهم. حتبوزوا عليهم هيدا ومن بعد غنبقاو نقليو. بسم الله.
النار عاد تكون متوسطه. كتبقاو تدوروا هكذا باش يتحمروا من اي اتجاه. بالنسبه للعسل اللي غيكونوا هادو سخونين، العسل غتكون ماشي سخونه يعني غير دافيه، يعني الا كانت سخونه بزاف ما كتلصقش فيها العسل، خصها تكون غير هانتوما كتشوفوا يدي كنعمل فيها يدي ما يعني ماشي سخونه غير دافيه. هانتوما كتشوفوا صافي. انا غنكتفي غير بهذا اللون هذا، برك عليهم غير هكذا مباشره في العسل. نقطروهم مزيان من الزيت، غنعملوهم في العسل. تغمسوا مزيان في العسل وخليوهم. وانا نقلي اصلا بعد ما قليتهم ودابا عسلتهم، دابا كنزوقهم باللوز كونكاسي اولا اللوز عادي، كتسلقوه وتحمروه ومن بعد كتهرمشوه غير هكذا. كتجي عرفتي كيجيو كيحمقوا في المذاق. ديك العجينه د الشباكيه كيجيو فنين زعما بالتجربه. وبالنسبه للعجينه د العام اللي فات مع العجينه هذيك بالمورد وهذه من السما بالمزهر، يعني الطريقه مختلفه وحتى المذاق مختلف. يعني هذه بالعجينه د الشباكيه وهذيك بالعجينه عاديه بالطحين حتى هي فيها الموارد كتجي مختلفه. اذا بغيتوا القياس كبير كتضاعفوا المقادير باش فهمتي. انا عملت لكم غير 500 غرام. كاين تبارك الله الدار كتكون عامره تبارك الله العائله، وكاين بوحديتو على حسب علاش ما قدرتو. ايوا صافي الحبيب ديالي، تنعدلوا في التفصيل ونرجع معكم ان شاء الله. وانا رجعت معكم الحبايب ديالي، هذا هو الشكل النهائي بالصحه والراحه. نتمنوا يعجبوكم وكيجيو مزيونين ورائعين، وواحد التعليقه فيهم كتجي مزيونه بالعجينه الشباكيه. هادو مختلفين على العام اللي فات بالصحه والراحه. شكرا بزاف المتتبعين ديالي، كنشكركم من اعماق القلب ديالي، كنشكركم جزيل الشكر. والسلام عليكم.